أهلا بكم جمعة مباركة. أنا ما فهمش كيفاش يديروا على اليوتيوب وصفات كثيرة عديدة تاع كعك النقاش خاطئة غير خورتي ويطلعوا في المشاهدات. والله ما فهمت والو. معليش بصح كل واحد وزهروا. صلوا على النبي. نديروا 5 ولا 4 حبات صغار بهذه الكيلة الصغيرة تاع علبة جبن طازج تاع الصمام. كل علبة ترفد 20 غرام ممسوحة. بسم الله. إذا درت 3 كيلات ممسوحة فرينة مغربلة، درت لافاني بودرة شوية فقط، ملعقة صغيرة ماشي معمرة، رشة خفيفة تاع الملح، غربلت الفرينة تاعي. الفرينة 60 غرام. وهنا عندي كيلة ناقص أسبوع تاع السمن بحرارة الغرفة ولا ذايب بارد. كملته بكمية قليلة تاع الزيت ودرت رشة خفيفة تاع خميرة الحلوى ميم با 1 غرام. اللي حابة تتعلم كعك النقاش ديري أختي وصفات تاع خوك البنينة وما تخافيش على ضمانتي. هنا في هذا الإناء الصغير درت السكر ربع هذه الكيلة، مبشور الليمون كمية قليلة، درت ماء وماء الزهر سخنته في الميكرووند كمية قليلة فقط وتشمخت بها كل العجينة تاعي. نلمها فقط. تجيكم لازم تشبعوا لها الماء والمزهر باش ما تتشققش وتساعدكم في الخدمة كي تحلوها. هاي لك ملساء رائعة جدا جدا وناجحة. أكيد كما تعرفوا كل عجائن تاع الحلويات التقليدية لازم تريح. وزن العجينة بكملها هنا 105 غرام. ديروا مبشور الليمون في كعك النقاش، فيه مبشور الليمون، كاين اللي يجوزوا في الصفايه بصح انا نفضل نخليه باش يعطي ريحه شابه. بالنسبه للغرس كل حبه درت فيها، انا صراحه درت فيها 8 غرام، نتوما ديروا 5 6 غرام تكفي باش كي تنقشوه اذا ما يبانش هذاك الغرس لداخل. شكلتهم بهذه الطريقه. نرفد لابول ولا رفدوا كيما وريت لكم في الوصفات واحد اخرين. العجينه بكملها احلوا ودوروا هكذا ولا ديروا لابول تاع 20 25 غرام تكفي وديروا الغرس في الوسط ودوروها. لازم تجي فيتي. وفي كعك النقاش ما كانش المول، هذا خاطئ. ما كانش المول، ما كانش السكر الناعم، ما كانش البيض، ما كانش حليب بودرة. ان شاء الله بجاويين اللي راهم يشوفوا هنا في هذه الوصفة هم على بالهم ويعرفوا الوصفة الحقيقية الأصلية. نقشتهم، خليت هذاك النقش ينشف. همليك درت 5 صغار صغار رائعة. بعد ما نشفوا طيبتهم على فرن مسخن مليح 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 على 180. ما ياخذوش وقت بزاف في الطياب، يتحمروا باش هذاك الغرس ما يبش بزاف. بالنسبه للغرس لازم يجي طري. زبده زبده زبده. فيه ماء الزهر، كاين اللي يدير فيه قرفه، فيه مبشور الليمون وفيه جنجلان محمص. كل واحد كيفاش يدير الغرس نتاعو تاع كعك النقاش. جاو 5 صغار متحوفين همليك معاكم. اذا صدقوني غير وصفة ناجحة مليار بالمئة. مبسس ريحة النقاش فيه كي خرجته من الفرن روعة. مالغري كو درت غير 5 ولا 4 حبات صغار فقط بهذه الكيلة الصغيرة. الله غالب ما عنديش مشاهدات بزاف، الله غالب. انا ما على باليش كيفاش يطلعوا المشاهدات. والله غير جو فوا حاشا اللي ما يستاهلش، جو فوا نيمبورت كو على اليوتيوب ويطلعوا وظهرهم والحمد لله عليهم. الله يبارك وربي يعين كل واحد. أنا ما نحسد وما نغير على حتى واحد. الحمد لله عندي متتبعين روعة روعة روعة. ربي يحفظكم. على جالكم اللي راني نكمل فقط في اليوتيوب، سينا والله غير جو في ديسباريتر كومبليتمون على خاطرش المشاهدات ما كانش. شفتوا النتيجة يجي رائع. كنت درت إذا هذا المسكوتشو ولا هذا الكيكة الصغيرة صغيرة بالليمون طالعة مفشة خفيفة. درتها شربت بها القهوة الصباح هذه الجمعة بكيلة قبل هذا ولا هذيك العلبة شوية كبيرة تاع جبن الصمام الطازج. ان شاء الله تعجبكم الوصفة تاع هذا كعك النقاش. المقادير نعطيها لكم في صندوق الوصف. جمعة مباركة مرة أخرى. ما تنسونيش بجيم وتعليق وبارتاج من فضلكم إذ أمكن. تهلاو في روحكم وإلى اللقاء مع وصفة أخرى إن شاء الله.